اي واحد مننا على مشارف ال30 او خلاص هو داخل ال30 بيجري، بيبقى اهم حاجه بالنسبه له في ماتش الحياه ان هو يكمل نص دينه، ان هو يمتلك مفتاح شقه. طالما امتلكت مفتاح الشقه انت كده كسبت الشوط الاول، ناقص لك الشوط الثاني بالاكسرتين بتاعه تقعد تمزمز فيهم بقى، ايشي اجهزه، ايشي مفروشات، ايشي سيراميك، ايشي نقاشه، مزمز. بس طالما امتلكت الاربع حيطان اللي هتتستر فيهم انت وبنت الحلال فانت كده ايه، مسترك. واحد صاحبي جاب شقه واخدني من هنا راح يفرجني عليها، قلبه بيضحك اقسم بالله كأنه شارب فرقه سبعات طرش. انت فاهم؟ اربع حيطان هيسطروا. رحنا نتفرج المطرح، شرح برح، ايشي اوضه هنا، ايشي اوضه هنا، ايشي حمام بسم الله ما شاء الله، يتحط فيه جون هنا وجون هنا للعيال ويلعبوا الصد رده وبتاع. قال لي بس في مشكله، في شويه قلاضيش وعقاريط واقفين طول النهار ايه على القمه. قلت له لا يا عم دي بتاعتنا، انا عندي بتاع 5000 على الاكونت ولا حاجه، ممكن يطلع واحد منهم يعرفني، تشغلش بالك. هننزلوا يا عم نجيبهم سكه والدنيا والتيت والشريط وبتاع، ولما يلاقونا لساننا حلو وبقنا معوج هنيجي معاهم سكه. البلكونه واخده نصيتي، خلاص احنا اتفرجنا على الشقه تعالى ننزل. نزلنا لك تحت قوم عاد على الامه دي. الامه الثانيه الهكسوس، الامه الثانيه الصليبيين، كل امه عليها جيش واقف، والعيال بسم الله ما شاء الله كل واحد لابس الشنطه الكروس. ما ده الابديت الجديد بقى. اول ما نزلنا اتصينا في شاب كده من الشباب اللي هي الكويسه، اللي هي بدل ما بترسم خطوط في دماغها بترسم خطوط على وشها. ابو لهب. تمام. دخلت عليه قلت له صاحبي احنا جداد هنا والراجل ده لسه واخد الشقه دي وهيبقى جارك، المنطقه دي بتقول ايه؟ قال لي لا 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 ما تشغلش بالك باي حاجه، ده انتوا على دماغنا، ده انتوا اخواتي. المنطقه هص هنا هتصحى الساعه 7 الصبح مش هتسمع اي حاجه غير صوت انا وانا بشتم في المنطقه كلها. اقسم بالله. فانا اللي هو انت فاهم انا مركز معاه وهو بيقول بقى ايه المنطقه كويسه وبتاع، واول ما قال لك بتشتم في المنطقه كلها اللي هو ايه يا صاحبي بتقول ايه؟ المنطقه ديت مفيش حد بيشتمها غيرك انت. طب الحمد لله والله انا كنت مفكر ان هي ايه 3 4 اللي بيشتموا، الحمد لله ان هو طلع واحد بس. قال لي اه صح. فطول ما هو بيكلمني قاعد عمال يعمل كده وعمال يعمل كده، فعدى توك توك من قدامنا فهو قام ماسك التوك توك كده ويكلمني فانا بقول له صاحبي ما تقدرنا، ده بكلمك انت عمال كل لما حد يعدي تقوم جاي ناطر دماغك ناحيته. هو ايه يا صاحبي ما انت لو مش جايه معاك ان انت تقف تتكلم معايا خلاص اخد بعضي وامشي. قال لي لا ما اخوك بص لا مؤاخذه في الكلمه، بص اخوك ماسك حبسته على ايده وانا ماسك جوه. بصيت لصاحبي كده قلت له هم دول الشباب بس اللي هم بيبقوا واقفين بيعملوا حس عالي. وهو واقف يا عيني عارف يعني لما تبقى دافع شيء وشويات وتلاقي تحت موقف وسلوفونات وسبعات وثلاثات وتكتات وحاجات ما يعلم بقى الا ربنا. واحد بيبقى عايز يصحى يقف يعمل كوبايه النسكافيه ولا كوبايه الكوفي بريك عشان المقاطعه واقف في البلكونه واخد استباحته، يلاقي اللي بيتقال يا منطقه يا اللي فيكي. فرحه ما كملتش. تعال نجيبوا حاجه حلوه نحلوا بيها بقنا عشان الراجل دوت الكلام اللي قاله مسخ لنا دماغنا. قلت له ماشي. دخلنا نجيبوا شويه حاجات حلوه، لا لا لك الراجل ده جاي ورانا قال لنا ولا خدت انا الحاجه دي مش هحاسب عليها، يلا يا سوبر ماركت انت واللي بعدك يا اللي فيكوا وعليكوا وعليكوا وعليكوا. قلت له صاحبي احنا ما بناكلش سحت. قال لي انت عندي. قلت له طب انا لو عندك انت المفروض ان انت تحاسب على الحاجه مش تاخدها قتاوه وتيجي تديها. ايوه. خلصنا مع الراجل الكويس دوت وقام طالع يجري بحبسته عشان عدى توك توك في ناس ورا، فهو حس ان الدنيا ايه وقام جاي شاتم المرشدين وبتاع وقام واخد بعضه ايه وقام خالع على موقفه على جوه. كنا طالعين الشقه تاني قال لي بص انا الحل بتاعي ان انا دلوقتي خلاص اصل انا اتصدرت في المطرح انا اعمل ايه بقى؟ قام جاي انا مقفلها على موتال كلها كده في كلها كده، فطلع الالموتال ده كله هيتكلف له بتاع حوالي 60000. انا دلوقتي انا بقول كل الكلام ده عشان اللي عايز الشقه ديت احنا ان شاء الله عرضنا للبيع وبسعر مجزي، جيرانك زي الفل، سعر مجزي، فرصه ما تتعوضش، السعر خاص. انا اللي هقول الشقه فين ولا هقول مين صاحب الشقه.